تخيل لما اب يحبس بنته سنة وشوية في اوضة في قفص من غير اكل وشرب لحد ما البنت تموت من قلة الاكل وامعائها تتعفن من قلة الاكل. ده اسمه ايه؟ ده جحود ولا ده كفر ولا ده اسمه ايه؟ راجل منه لله وربنا ينتقم منه، بنته عندها 17 سنة انفصل عن امها، مش يسيبها في حالها، لا، قعد يحارب عشان ياخد الحضانة بتاعتها لحد ما خد الحضانة، والبنت راحت تعيش معاه. بدأ يضربها ويعذبها ويهينها لدرجة ان البنت راحت مرة عملت له محضر، وبضغط طبعا من الناس اللي في الشارع والقرايب وبتاع البنت اتنزلت. جابها بقى بيته وحب يربيها بس بطريقته. ما هو اكسر للبنت ضلع يطلع لها 24 عادي يعني. راح عمل لها اوضه، بنى لها اوضه، بنى اب قاعد يبني اوضه قفص لبنته وحفر لها حفره عشان هي قطه، عشان هي مش بني ادم، عشان تقضي حاجتها فيها، عايز تعمل حمام تعمل حمام فيها. وبقى يدخل لها كميات اكل قليله جدا لحد ما البنت ما بقاش فيه جسم، بقت عباره عن لحم على عظم. وبعدين لقى الموضوع مطول، ده احنا بقالنا سنه كل شويه ادخلك اكل قليل وانتي متمسكه بالحياه، لا، حب بقى ينهي الموضوع، راح قطع عنها الاكل والشرب تماما لحد ما البنت ماتت. راح خدها عايز يدفنها بقى. هو اصلا عامل ده كله عشان الموضوع يبان بشكل طبيعي. ايه، بنت مضربه عن الاكل ماتت، هو ماله، هو ما قتلهاش. راح وداها للدكتور في الوحده الصحيه. والحقيقه ان دي مش اول حادثه الدكاتره بتوعنا يكونوا فيها واعيين. برضو الحادثه بتاعت الراجل اللي قتل مراته وهي كانت حامل، برضو الدكتور كان واعي وعلى طول اكتشف ان في جريمه، لقى ان البنت عندها جفاف شديد، البنت مفيش بشر فيها، دي عباره عن موميا، والامعاء متعفنه من قله الاكل. شك طبعا ان في جريمه، راح بلغ على طول وطلع فعلا الاب عامل فيها كده. سؤالي بقى هنا، هيتم محاكمه الاب والام فين؟ الام كمان لازم يتم محاكمتها. سنه وشويه ام بنتها عندها 17 سنه ما تسالش عليها؟ لا، كانت بتسال، بيقولك لا كانت بتسال، كانت بتتصل وكان يقول لها مش عارفه فين بتعمل ايه، فكانت خلاص شكرا وتقفل. سنه وشويه بنتك ما وحشتكيش؟ ما كنتش محتاجه تاخديها في حضنك تروحي تشوفيها؟ طب ما سمعتيش صوتها؟ طب ما حسيتيش ان في حاجه غلط؟ الام كمان لازم يتم محاسبتها مع الاب. الام اللي سابت بنتها عندها 17 سنه عروسه يحصل لها كده، مفيش حد في القرايب ولا في الشارع لاحظوا ان البنت مش موجوده، ما بتظهرش؟ انا عارفه الدنيا صعبه والدنيا تلاهي وبقينا ما بنحبش نتدخل في خصوصيات بعض، بس ما حدش لاحظ ان البنت مش موجوده، ملهاش صحاب، مفيش حاجه، مفيش حد. طب الام انا موضوع الام ده هيجنني اصلا. يعني انا اسفه بس انا دايما بشوف ان الراجل بمجرد ما بيتجوز ست تانية، انا اسفه، هي بتعرف تديره، تعرف تخليه يسيب ولاده، تعرف يخليه قاسي وكل الكلام ده، ولكن الام لا. بعدين انا مش بتكلم على عيل صغير عنده سنه ولا سنتين، ده 17 سنه. يعني انا قضيت مع بنتي دي 17 سنه، شفتها عروسه، اللي قدها بيكونوا متجوزين، عروسه. ايه الجحود ده؟ ايه الكفر ده؟ انا اسفه وقلت وهقول ان مش كل واحد اتجوز ينفع يخلف، مش كلنا مؤهلين للخلفه. الخلفه ده شيء صعب جدا، التربيه ده شيء صعب جدا. وقلت وهفضل اقول ان لازم يكون في اختبارات نفسيه لكل اتنين داخلين على الجواز. معلش بقى نعمل اختبارات كده نشوف الناس دي مؤهله ان هم يخلفوا ولا لا. ما هو للاسف احنا اتجوزنا فبالتبعيه بقى اب وام، يعني ده ضغط مجتمعي. اذا اتجوزتوا بعد 3 ايام اذا انت مش حامل، ده شيء طبيعي، بقينا يعني حاجه كده روتينيه بتحصل. مش لما بكون مؤهل ماديا واجتماعيا وجسديا ان انا بخلف، لا، وبقى شيء روتيني زيه زي النيش، لازم اجيب النيش عشان اتجوز ولازم اخلف طالما اتجوزت. لانه حتى احنا الناس المتعلمه والمثقفه برضو احنا احيانا بنكون غير مؤهلين ان احنا نخلف، ان بيبقى عندنا اولويات تانية في حياتنا، عندنا شغلنا اهم، عندنا حقيقي الحادثه دي وجعت قلبي، ان انا ابني مكان احبس بنتي واشوفها كل يوم قدام عيني بتموت. يا نهار اسود، يا نهار اسود، ايه ده؟
ايه الجحود ده؟ ايه ده؟ اتمنى برضو سرعة النظر في القضية دي سريعا، والحكم سريعا، ومحاكمة الام مع الاب، ومرات الاب اللي كانت متسترة. لو هو كان متزوج، مرات الاب دي المعلومة اللي انا عارفة ان هو متزوج، لان هي كانت متسترة على اللي بيحصل ده. حسب الله ونعم الوكيل.